التاسعة انطلقت مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم على مستوى الذهاب بين الأهلي والوداد. فاز الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد. بكل تأكيد هذا الهدف الواحد لو ما كانش تسجل كانت المعنويات هتبقى أعلى بكتير، وكانت الابتسامة هتبقى أكبر بكتير. الحقيقة أنه الانتصار أكيد أفضل من عدم الانتصار، لكن الانتصار بهدفين نظيفين كان أمرا مختلفا تماما عن الانتصار بهدفين مقابل هدف واحد. الهدف اللي سجله الوداد عن طريق سيف الدين بوهرة في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة جعل النتيجة في مجملها نتيجة مقلقة، ولكن بالنظر لإجمالي ما حدث من مستوى الأهلي ومن قدرته على السيطرة وقدرته على الاستحواذ وتسجيل هدفين واقترابه من ثالث في أحداث المواجهة، ده يخلينا رايحين وإحنا تمام معانا جون. تعالوا نشتغل على ان احنا ازاي نحافظ على الجون ده. الهدف اللي سجله الوداد يخلي نتيجة مباراة الإياب من الواضح جدا ان الأهلي سيسعى فيها بشكل أساسي إلى عدم استقبال أي هدف، لأن 1-0 تمنح اللقب للوداد، أما 0-0 أو أي نتيجة بتعادل أو انتصار للأهلي بكل تأكيد، أو انتصار أكتر بقى من 2-1 للوداد معناها أو بفارق هدف، يعني معناها فوز الأهلي بإذن الله باللقب رقم 11 من دوري أبطال إفريقيا. المشكلة الحقيقية في المباراة النهاردة إن سيناريو المباراة ما أوحاش لينا بأن ممكن الأهلي يستقبل هدف، وده اللي خلى الصدمة كبيرة شوية، وده اللي خلى الزعل من فكرة استقبال الهدف أمر محبط شوية، لأنك شوط أول كان مثاليا على مستوى السيطرة، على مستوى الاستحواذ، على مستوى شن الهجمات من مختلف الجبهات سواء يمينا أو يسارا، بفضل المتألق حسين الشحات اللي عمل كل شيء ممكن أن يعمل على مستوى الهجمات اللي بناها الأهلي، أو على مستوى حتى الصناعات بصناعته للهدفين اللي سجلهما الأهلي. لكن على الجانب الآخر اللي كان مريحنا في الشوط الأول إنه التهديدين الوحيدين اللي حصلوا على مرمى الأهلي، وإحنا كلنا مركزين قوي والكل مستعد ومركز يا ترى مصطفى شوبير بديل البديل هيعمل إيه، اللي طمنا جدا إنه التصديين اللي عملهم كانا في توقيتين مثاليين، وكانوا من الأحداث الفارقة في الشوط الأول من المباراة. الانفراد اللي أهدره الجعدي بعد ما طلع اللاعب مصطفى شوبير ببراعة وعلى طريقة مثله الأعلى مانويل نوير، بأنه قفل المرمى تماما فمنع هدف كان فيه أول أخطاء الأهلي الدفاعية في لقاء النهاردة، من كرة طولية ثم رأسية سامبو اللي بيمهدها للي جاي من الخلف من الكرة الثابتة الجعدي، لكن تألق مصطفى شوبير. وفي نهاية الشوط بعد تقدم الأهلي مباشرة نجح مصطفى شوبير في أنه بالثبات ينجح في التصدي إلى فاول من على حدود منطقة الجزاء. حتى الشوط الثاني وبعد الهدف الرائع اللي سجله بيرسي تاو في الشوط الأولاني في نهاية الشوط، هي أنه بنفس سيناريو مباراة الرجاء البيضاوي المغربي في الدور ربع النهائي من البطولة في نسختها الحالية، برضو الأهلي أول وتحس أن كان في سيم ما بين كولر ولاعبته، أول ما يرفع الحكم اللوحة الإلكترونية معلنة عن الوقت المحتسب بدلا من الضائع، شنوا الهجمات بوتيرة أعنف من قبل ده. فلقيت محمد عبد المنعم بدأ يتقدم خطوتين، ولما الكرة تجيله بدأ ياخد انطلاقات مرتين متتاليتين، بعدها بتلاقي كل لعيبة الأهلي بتتحرك من غير كورة، فنجح حمدي فتحي بعد تمريرة من حسين الشحات انه يباصيها له مرة تانية. حسين الشحات برشاقة مثالية بينجح في انه من ناحية خط المرمى يعمل مروة في زاوية ضيقة جدا قبل ما يلعب عرضية الى بيرسي تاو اللي برضو رأسيته كانت في منتهى الدقة لان هو عرف يلعبها في اضيق زاوية، في ابعد زاوية عن حارس المرمى يوسف المطيع، فتقدم الاهلي. السيناريو ده حلو قوي، ماشيين كويس قوي. شوط تاني الوداد اختلف كثيرا، زي ما اختلف قدام سان داونز في لقاء الإياب في الشوط الثاني عن الشوط الأولاني، بعد ما كان في طول الشوط الأولاني كل همه ألا يستقبل أهدافا، مش إنه يحاول يهدد حتى بعد امتلاك الكرة. الشوط الثاني بدأ يتفتح شوية على مستوى الرغبة في إنه يظهر هجوميا. الأهلي كان شكله الدفاعي جيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي لحضراتكم. يوم جديد من بريمو. اليوم النهارده اكيد عن مباراة الاهلي والوداد والفوز المهم للنادي الاهلي 2-1. وان كان طبعا ما بيستحبش ابدا في المباريات النهائيه اللي بتبقى ماتشين، ماتش في ارضك وماتش خارج ارضك، ان يبقى فيه هدف في مرماك. لكن النادي الاهلي قادر في كل الاحيان وكل الاوقات انه يكسب ويحقق نتيجه تبهر الجميع. الحقيقه النادي الاهلي النهارده على مدار الشوطين كان هو بيمتلك اللقاء، ممتلك زمام الامور، احرز هدفين. في بعض الامور انت بتلاعب فريق قوي ايضا، وبالتالي معرض انك اكيد في بعض الهجمات تيجي عليك، وبالتالي الامور بالنسبه لك كان الهدفين كانوا المفروض يبقى في ثالث، لكن ده ما حصلش حقيقه، وقدر الوداد ان هو يحرز هدف. لكن عايز اقول لكم يعني الجماهير اللي ممكن تكون زعلانه في، انا شايف وسط المباراه وبعد هدف الوداد ان في بعض الجماهير زعلانه، لا، الاهلي لازم تبقى دايما في فريقك واثق فيه، لازم تبقى واثق ان هو بالرغم انك دخل فيك هدف، وده زي ما قلنا مش مستحب في المباريات اللي زي كده، لكن هو قادر ان هو يرجع، قادر ان هو ياخد البطوله من المغرب، قادر ان امور كثيره تحصل في اللقاء، خصوصا ان انت كسبان. يعني انت في الاول وفي الاخر كسبان. والظروف اللي احنا بنتكلم فيها دي الاهلي مر بيها كتير. بنتكلم الاهلي وصفاقسي 2006، لو اتكلمنا على الماتش ده، وان الناس كلها بلا استثناء قالت لك الامور بقت صعبه، لكن في لحظات وفي نهايه اللقاء قدر الاهلي ان هو يكسب البطوله. اهلي والترجي لما كسبنا 3 في تونس، حاجات كتير جدا ومواقف كتير جدا بالنسبه للاهلي، ولكن فقط انك تبقى عندك الدافع القوي، وعندك امور كتيره جدا واللي هي الشخصيه والتاريخ وامور اكيد هي موجوده عند اللاعبين. النهارده يمكن يعني الفوز يعني مش بطعم ممكن الفرحه الكبيره، لكن فوز مهم وخلاك تاخد خطوه مهمه للوصول للمباراه النهائيه. عشان كده انا مش عايز حد يزعل، مش عايز حد يبقى متضايق، لا، انت هنا كسبان. يعني الهدف ده ممكن يصعب لك الامور شويه، لكن بشغل قوي، بشغل محترم ومحترف من كولر واللاعبين تقدر تعدي الماتش الجاي زي ما انت عايز. كرة في الملعب زي ما هو برضو جاب فيك جول، تقدر انت بقى اللي تتقدم عليه، ولكن طبعا ده محتاج شغل كتير. ان شاء الله يوم الاحد القادم هو يوم مهم في تاريخ النادي الاهلي، بطولة رقم 11. الامور هتبقى صعبة واحنا عارفين انها صعبة. يعني انت بتلاعب الوداد في المغرب، وما ادراك هناك الوداد في المغرب من خلال جماهيره، من خلال امور كتيره احنا شفناها قبل كده النسخه الماضيه. لكن احنا مش هنحط اسباب، مش هنحط امور ممكن تخلينا نركز فيها غير الملعب. احنا هنركز في ملعبنا، هنركز في لعبتنا، هنركز في روحنا ودوافعنا، ان احنا ان شاء الله نفوز بهذه البطوله. وزي ما قلنا الكوره في الملعب 11 لعيب ضد 11 لعيب، زي ما هما النهارده 11 ضدك بيحاولوا ويروحوا وبيحاولوا يجيبوا جول، قدروا ان هم يسجلوا هدف، لكن في الاخر انت اللي كسبان المباراه. مش عايز حد يزعل، مش عايز حد يقول لا الموضوع بقى صعب، لا، الموضوع مش صعب خالص. انت اللي كسبان، هو اللي عايز يكسب وعايز يحرز هدف والتاني ويأمن نفسه، لكن ده ان شاء الله مش هيحصل، لان النادي الاهلي وفرقته فرقه قويه، فرقه زي ما شفتوا كده ما شاء الله، بدايه من شوبير اللي تألق النهارده. الحقيقه كل التقدير والاحترام ليه، ان لاعب لاول مره يلعب نهائي افريقيا ولسه صغير في السن ان يبقى بالشكل ده. الحقيقه هنتكلم على بيرستاو، هنتكلم على الشحات، هنتكلم على كل اللاعبين اللي ادائهم النهارده